حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين، وبرمضان متهنيين، وبسفرة رمضان متجمعين، وعلى طاعة ربنا إن شاء الله فايزين. هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. النهاردة بقى يا جماعة هنعمل أكلة جامدة من الآخر. خلاص بقى كلنا الفراخ والخضار وزهقنا منه، وكلنا السمك وزهقنا منه. النهاردة هنعمل أكلة حرشة من الآخر، وهقول لكم سر تتبيلة المحلات. تمام. النهارده دلوقتي انا معايا بصلتين، همسكهم ابشرهم بشره كويسه جدا، مش عايزه اكتر من كده. اللي انا هعمله ده دلوقتي مش بيحب يكون فيها بصل كتير عشان ما نضيعش الطعم بتاعها. خلاص، بعد ما بشرت البصلتين هعصرهم جامد قوي، وهطلع منهم الميه. طبعا انا مش هرمي الميه عشان هحتاجها، بس اهم حاجه نعصرها ما نخليش فيها ميه. تمام. وطبعا قبل ما ابدا في الاكل خالص كنت بليت البلح بتاعي في الشفش اللي انتوا شايفينه ورا ده. هنا بقى عندي لحمه مفرومه، هنزل عليها بالبصل اللي احنا عصرناه كويس جدا ده، وهجيب حزمه بقدونس واحده وهخرطها كده رفيع. طبعا بقى مش هوصيكي لو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت الحلو والدعوه الحلوه، وتصلي على رسول في الكومنتات، وتعملي متابعه صفحه الفيس واشتراك لليوتيوب ومشاركه للفيديو عشان كل حبايبك واصحابك يستفادوا وانا استفاد. خلاص انا خرطت البقدونس بتاعي. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، ملح، فلفل اسمر، سنة جنزبيل صغيرة، ما بحبش احط قرفة، وهحط معلقتين من البقسماط مش اكتر من كده، ونقطة زيت صغيرة. تمام. هنقلب بقى المفروم مع البصل مع البقدونس مع البهارات دي تقليبة كويسة جدا، وهنفضل نعجن فيها لحد ما الخيوط بتاعتها تبان. شايفين؟ هنا صينية دهنتها زيت ومية البصل ما رميتهاش، هنبل ايدينا ونبل المسن، وهمسك بقى اللحمة المفرومة دي هصبحها يا جماعة على المسن. بصوا، وببلها برضو من بره بالمية البصل. عايزة اقول لكم طعمها وريحتها مش قادرة اقول لكم تحفة. هي دي طريقة محلات المشويات، بس ما عدا مش بيحطوا فيها بقدونس، يعني بيبشروا البصلة كده وبيعصروها وبيحطوا عليهم البهارات وبيصبعوها على اسياخ ويشوها. عايزه بقى تشويها بقى على الفحم، عايزه تعمليها في الفرن زي ما انت عايزه. بصوا عملناها جميله. هندخلها بقى الفرن، وهنا حتى حله على النار فيها ميه، والحله التانية فيها حبه زيت، وهخرط فيها بصلايه. عايزه اقول لكم ان الاكله دي ما خدتش معايا اكتر من ساعه زمن، يعني طول ما حاجتك موجوده ومحضراها موجوده في بيتك الاكل مش بياخد معاكم اي وقت. هنا بقى كيس مكرونه هفتحه، طبعا مش هعمله كله، ده كيلو مش هعمله كله. مقشره بطاطستين هخرطهم عشان يبقوا جنب الكفته كده. انا بحب لما بعمل اكله الكفته دي كده اقلي جنبها بطاطس، ونعمل طحينه وسلطه، وبصوا بنظبط الاداء. هنخرط بقى البطاطس بتاعتنا. هنا بقى البصله كده اول ما هتحس ان هي تاخد لون هنزل عليها بكيس الطماطم بتاعي، واحط حبه ميه، واحط ايه، البهارات بتاعتي، فلفل اسمر، ملح، كزبره ناشفه، وحبه سكر صغيرين، وسيبها بقى تتسبك على الهادي. قرن فلفل كده لزوم التكات والحركات والتحابيش والسبايسي. هنغطيها. هنا بصوا بقول لكم معايا طبق محشي مش قادره ارميه يا جدعان، فبرضه سخنته وحطيته جنب الاكل. هنحط البطاطس بتاعتنا تتقلى. طبعا البطاطس بغسلها وبصفيها، بحط عليها حبه ملح وحبه خل وبقليها. هنا بقى نعمل طبق السلطه الجامد بتاعنا.
انا يا جماعه 100 مره اقول لكم طبق السلطه بتاعي ما بحطش فيه جرجير. الجرجير بيدبل وبينزل ميته وبيمرر في السلطه. السلطه الصح بقدونس، كزبره، عندك بقى خيار، طماطم، فلفل، جزر، آه بنجر، اي حاجه موجوده بتحطيها ما عدا الجرجير. هنحط بقى الطماطم بتاعتنا، ولازم بصلايه يا جدعان. ما تنفعش طبق السلطه بتاعي اعمله واكله من غير بصلايه. بعشق البصل في السلطه. هنخرط كده وقرن فلفل كده جامد كده. طبعا انا نطلعها من الفريزر ليمونه عشان الطحينه. طبعا كلكم عارفين دلوقتي الليمون بكام. شفتوا الليمون غالي ازاي؟ قعدت اقول لكم الليمون بتاع كيلو وربع ب10، كيلو ونص ب10. يا جماعه خزنوه في الفريزر. انا بطلع الليمونه، بصوا انا بجيب 5 كيلو ليمون بيقعدوا عندي طول السنه. طلع الليمونه من الفريزر، سواء على طحينه، على سلطه، على طبق فول، بتنفعني ولا ممرر ولا في اي حاجه. الميه غلت، هنزل حبه ملح فيها، وهنزل بنص كيس المكرونه. تمام. هنا بقى هنبتدي بقى نعمل الطحينه بتاعتنا. احط عليها حته توم وحته فلفل احمر وملح وكمون. طبعا الكوبايه التانية دي اللي بحط فيها توم وبرده كمون وملح. هنعمل بقى دي دقه الخل جنب الطحينه دي، دقه الخل والثوم. هنحط بقى هنا حبه خل، نص كوبايه خل ونص كوبايه ميه. وهنا الثوم هحط عليها ملح وكمون وخل، وازودها حبه ميه، ونقلب ونعمل احلى طحينه لاحلى مشويات. وفي ناس مش عايزه تحط توم، ما تحطيش توم. ونص ليمونه. انا بحب الطحينه دي جنب كل الاكل. ونغرف بقى اكلنا. بصوا، شايفين طبق الكفته الجبار؟ بصوا كمان لو حطيتي في طبق في الكفته فحمايه مشويه بتبقى فظيعه والله العظيم، نفس طعم المحلات. والسلطه الخضراء والطحينه والبطاطس المقليه والمكرونه والفلفل والعصير بتاعنا، وعملنا شطه والخل. بصراحه اكله حرشه وجامده من الاخر. وانا هنا وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. لو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت الحلو والدعوه الحلوه، وتصلي على رسول في الكومنتات، وتعملي متابعه لصفحه الفيس واشتراك لليوتيوب ومشاركه للفيديو عشان كل حبايبك وصحابك يستفادوا وانا استفاد. وقولوا لي ايه رايكم في الاكله الجامده دي. بجد اكله جامده واكله تحفه واكله من الاكلات المحبه على قلبي والحرشه قوي. وبصوا جامده، بعشقها وبحبها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.